فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي مقام آخر: بلسان عربي مبين، يعني إنه قرآن بلسان عربي مبين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يؤخذ العلم إلا عن أربع. وقال في تفصيله: رجل يعرف العربية. وروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: إن تعلم اللغة العربية فرض وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن فهم القرآن والسنة واجب، وفهم القرآن والسنة لا يمكن بدون فهم اللغة العربية. وكذلك لقد روي عن السلف كثير أهمية اللغة العربية، فهذه الآيات الكريمة وروايات السلف يشجعنا ويؤكدنا بأننا نتعلم هذه اللغة المباركة. ولا بد لكل مسلم، بل لكل طالب علم، أن يتعلم هذه اللغة المباركة، لأن العالم في الضرورة إلى فهم الكتاب والسنة. القرآن الكريم لقد نزل بالعربي، وكذلك لقد أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، ونزل القرآن الكريم باللغة العربية، وإن شاء الله سيكون كلام أهل الجنة اللغة العربية. فأنا أشكر الله، هذا كان من أحلامنا أن نعيش في قلب أفغانستان كابول، فضلا أن ننجح في إنشاء معهد للغة العربية. فأشكر الله سبحانه وتعالى أولا أنه منحنا ووفقنا أن ننشئ معهدا للغة العربية في عاصمة كابول. وثانيا أشكر مدير الجامعة رئيس الجامعة الشيخ عبد الله بأنه منحنا وهيأ لنا هذه الفرصة المباركة، بأننا في الخدمة في عاصمة كابول في قلب أفغانستان في خدمة اللغة العربية. وهذا فضل الله علينا أن نستفيد من هذه الفرصة الطيبة. وفي الأخير أرجو منكم وألتمس منكم أن تعطوا الوقت لهذه اللغة المباركة العربية. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.